أنا عمار، بشتغل محاسب في بنك ناصر الاجتماعي. عندي 29 سنة. كنت متجوز من أجمل إنسانة شافتها عينيا. عشت معاها سنة كاملة، بس كانت أجمل سنة في عمري كله. سنة ما شفتش فيها غير زوجة صالحة، زوجة كانت بترضي زوجها زي ما ربنا أمرها. كانت مخلية حياتي جنة بمعنى الكلمة، غير إنها كانت بتعبد ربنا عبادة صحيحة. كانت دايما تصلي كل الفروض في وقتها، غير قراءة القرآن اللي ختمته أكتر من مرة، بالإضافة لصيام التطوع اللي كانت بتستأذني إنها تصومه. طبعا كنت بسمح لها، واللي كان بيفرحها إني كنت بشجعها وبصوم معاها. كانت حياتنا مثالية لأقصى درجة، مفيش حاجة اسمها نكد ومشاكل، لأن من أول جوازنا تعهدنا إننا نقدر نحس ببعض ونعدي أي مشكلة تقابلنا، وبفضل الله ما كانش فيه مشاكل إطلاقا. النهاردة ليلة 27 رمضان، واحتمال إنها تكون ليلة القدر، الليلة اللي كانت بتستناها بفارغ الصبر. كانت دايما تقولي نفسي ربنا يطول في عمري لحد ليلة القدر. سألتها وقلت لها ليه؟ ردت عليا وقالت لي عشان أقول لربنا كل اللي في قلبي، واللي متأكدة إنه هينظر لي نظرة تشفي كل الألم اللي جوايا. ألم أنا بس اللي بحس بيه، وهو بس اللي هيقدره، واللي أتمنى إنه يتقبلني ويتقبل دعواتي. شفت الحزن في عينيها، حبيت أطمنها من غير ما أفهم هي تقصد إيه. رديت عليها وقلت لها مايا يا حبيبتي، ربنا هيشفيكي وهياخد بإيدك، ما تقلقيش، رحمة ربنا وسعت كل شيء. قلت لها كده وأنا قلبي بيقولي إن مرضها مش هو سبب حزنها، لأن متأكد إن تعبها ده ابتلاء من ربنا، وهي حمد ربنا وشكراه، وعمرها ما عرضت قضاءه أبدا. خرجت من الجامع بعد ما صليت الفجر، ويعتبر قضيت يومي كله في الجامع. قلت أروح بيتي عشان ارتاح كام ساعة لحد ميعاد شغلي اللي بقيت بحط فيه كل طاقتي، على أمل إن أنسى مايا، مع إن عمري ما هقدر أنساها أبدا. رحت شقتي ودخلت أوضة نومي، قصدي أوضة نومنا، اللي شهدت على كل ذكرياتنا الجميلة اللي اختفت مرة واحدة في غمضة عين. دخلت الأوضة ورحت لسريري عشان أنام، لكن صورتها ما كانتش مفرقة عيني اللي خاصمها النوم. قلت بما إن النوم مخاصمني هقوم أقرأ في أي كتاب من اللي مايا كانت بتقرأ فيهم. كنت كل ما أشوفها ألاقيها قاعدة على المكتب وفاتحة كتاب معين، ومش بترضى تسيبه من إيديها. كنت بستغربها بصراحة، بس كنت بقول لنفسي يمكن الكتاب ده مفيد فبتقراه أكتر من مرة، وهي بتنمي ثقافتها وتشغل يومها في وقت وجودي في الشغل. قعدت على مكتبها ودورت على الكتاب، قلت أكيد كتاب مهم جدا بما إنها كانت منشغلة بيه. فتحت دراج المكتب ودورت عليه، بس للأسف ما كنتش عارف اسم الكتاب ايه، ولا حتى شكله عامل ازاي، لأني ما كنتش بدي أي اهتمام بالكتب، لأني ما بحبش القراية العامة. الكتاب الوحيد اللي كنت بقراه هو القرآن الكريم. الأدراج كانت مليانة كتب كتيرة. فضلت أدور وعندي أمل إني هلاقيه، حتى من شكل غلافه اللي يعتبر باهت في ذاكرتي. وفي عز وأنا بفرز الكتب لقيت نوتة كبيرة زي كشكول الجامعة، ومكتوب عليه في أول صفحة مايا حسن. استغربت بصراحة وقلت لنفسي معقولة مايا كانت بتكتب مذكراتها من غير ما تعرفني؟ بس قلت لنفسي مايا هتكتب مذكراتها ليه وهي أصلا ما عندهاش حاجة تتحكي أو تتقال، لأني كنت شايف كل حاجة بعيني، زوجة صالحة تحمل كل الصفات الجميلة. رجعت وقلت لنفسي ممكن تكون بتكتب رحلة مرضها، بس رحلة مرضها كنت أنا موجود معاها ومعاصر كل حاجة من البداية. قلت وعلى إيه، أنا هفتح وأقرأ كلامها وهعيش معاها في أحداثها اللي هي من الأساس محفورة في ذاكرتي. فتحت أول صفحة في النوتة ولقيت مكتوب فيها اسمي مايا حسن إبراهيم، خريجة كلية تجارة جامعة القاهرة، سني 24 سنة، وحيدة أمي وأبويا، جابوني للدنيا بعد 18 سنة جواز، بعد ما لفوا على كل دكاترة مصر اللي أجمعوا إنهم استحالة يخلفوا،
ونسيوا قدرة الخالق عز وجل وإنه قادر على كل شيء. أمي خلفتني وهي عندها 41 سنة بعد ما خلاص صحتها بقت في النازل، بس ربنا كان رايد الناجي للدنيا، وكأنه له حكمة أنا مش عارفاها أو يمكن هعرفها بعدين. أبويا كان موظف بسيط في شركة الكهرباء، وأمي كانت ست بيت حياتها كلها عبارة عن بابا وشغل البيت. كانوا ملتزمين جدا ومعروفين في المنطقة كلها إنهم على خلق. وطبعا لما جيت للدنيا وكبرت وظهرت علي علامات الأنوثة اللي بتظهر للبنات في سني، حالي اتبدل 180 درجة. بعد ما كنت بنت مسالمة وطيبة وعلى قدر من الاحترام، بقيت إنسانة تحمل كل ما هو سيء. في المرحلة الثانوية ابتديت أغير طريقة لبسي من جيب طويلة لبناطيل مجسمة، حتى الحجاب بقيت أنزل بيه قدام ماما وبابا، وأول ما أوصل لسور المدرسة أشيله وأحطه في شنطتي. عارفة إني ما كنتش كده، بس بقيت كده بسبب يارا زميلتي اللي كانت حياتها كلها ولاد وعلاقات. معرفش ليه اتصاحبت عليها وبقيت زيها ويمكن أكتر شوية. وفي الوقت ده نسيت تربية بابا. خلصت الثانوية وجبت مجموع دخلني كلية تجارة، مع إني كنت واثقة إني مش هنجح، بس نجحت ودخلت الكلية. ومن بعدها حالتي اتطورت وبقيت أصعب من الأول. الحجاب اللي كان بيتشال أول ما بخرج من بيتنا بقى ملوش أثر نهائي. كنت بخرج بشعري ولبسي المجسم قدامهم بقى عادي. أبويا حاول معايا كتير جدا إن أرجع عن الطريق ده، بس ما كنتش بسمعله. كان كبير في السن وما بقاش قادر يسيطر عليا زي ما بيقولوا. حتى أمي صحتها كانت تعبانة ومش قادرة حتى تعمل شغل البيت، ومع ذلك ما كنتش بدي أي اهتمام. كل اللي كان في دماغي وقتها مزاجي مزاجي وبس. طول سنين الكلية كنت مقضياها كل يوم مع شاب شكل. ما كنتش بقدر أعيش من غير راجل في حياتي، سواء على النت أو في الحقيقة. المهم إن ما يعديش يوم غير وأنا معايا راجل. كلامي عن النت ما كانش كلام عادي، كان كلام صعب عليا اكتبه دلوقتي. ولك أن تتخيل، أهلي فضلوا يتكلموا معايا كتير: يا بنتي اتقي الله فينا وفي نفسك، حرام عليكي سيرتنا بقت على كل لسان. كنت برد بكل ثقة وبقول لهم: اللي يتكلم يتكلم، أنا ما يهمنيش حد مهما كان هو مين. رد أبويا المسكين وقال لي: لو مش خايفة من كلام الناس خافي من ربنا، ربنا ما يستحقش منك كده أبدا يا مايا. رديت عليه بصوتي العالي المعتاد وقلت له: مالكش دعوة بيا، أنا حرة، ولو مش عاجبك لبسي وسلوكي أنا هاخد هدومي واسيب لك البيت، بس بقى ساعتها واجه الناس لما يلحقك العار. رد عليا بانكسار وعينه مليانة دموع وقال لي: العار ملحقني من يوم ما كبرت يا بنتي. ودي كانت آخر كلمة أبويا قالها لي. أبويا ما استحملش إنه يشوف العار بيكبر ويلحقه وهو ساكت. وقع من طوله قدام عيني، وعرفت إنها ذبحة صدرية، ومات فورا. ما اديتش اهتمام لخبر وفاته، وقلت عادي، وجوده من عدمه ما يفرقش معايا. كملت في طريقي لحد ما خلصت الكلية، وخروجاتي كانت مستمرة مع شباب من مختلف الأعمار. وأمي قاعدة في أوضتها مسكينة ومكسورة، مكسورة بسبب أفعالي إن الناس ابتدت تعايرها بيها. فضلت إنها ما تخرجش من البيت، حتى طلبات البيت بقت تنزل بالليل تجيبها، مع إنها ما كانتش بتقدر تنزل السلم أصلا، بس بقت تتحامل على نفسها عشان خاطر الست الهانم اللي هي أنا. تيجي تلاقي الأكل جاهز ما بقتش أتكلم معاها، لأن أصلا ما بقتش أشوفها. برجع بالليل متأخر وهي طبعا حابسة نفسها في أوضتها. وفي مرة وأنا راجعة بالليل كالعادة سمعت صوت جاي من أوضتها، فلقيت نفسي بتحرك ناحية الأوضة، وسمعتها وهي بتصلي قيام الليل وبتبكي بحرقة وتقول لربنا: يا رب نور بصيرة بنتي ورجعها لصوابها، أنا لا حول لي ولا قوة، ست مسنة وأيامها في الدنيا معهودة. مش عارفة ليه وقتها قلبي وجعني قوي. قلت لنفسي: للدرجة دي ماما شايفاني وحشة وبتدعي ربنا ليا بالهداية؟ أي نعم اتأثرت شوية، بس نسيت دموعها ودعواتها اللي ما كانتش بتخلص، وده عشان شيطاني كان مصور لي إن أعيش حياتي بالشكل اللي أنا عاوزاه.
اشتغلت في شركة سباحة ورحلات، وبكل سهولة قدرت أوقع المدير في شباكي لأني متمرسة في كده، وفعلا استجاب ليا. بس مش ده الغريب، لأن بقى ده عادة عندي. الغريب إني اتحولت من بنت بتاعت رحلات وعلاقات لحرامية. أيوة، حرامية. كنت بسرق فلوس من الخزنة من غير ما يحس، لأنه كان دايب في جمالي. وفضلت أتنقل من شغلانة لشغلانة، وكالعادة ماشية في طريق اللي مش عارفاله ملامح. وفي يوم قمت من نومي مفزوعة جدا، وبصوت بعلو صوتي، وببص حواليا وبنادي عليه. ايه ده؟ هو مش موجود؟ انا كنت بحلم؟ لا، ده مش حلم، ده كابوس. لا، دي حاجة مش مفهومة. مش قادرة اميز اللي انا شفته في منامي. ولقيت نفسي حزينة وقلبي بينبض بسرعة لما فكرت اني شفت نفسي ماشية في طريق طويل جدا ما بيخلص، طريق كله عتمة، غير الأصوات المخيفة اللي سمعاها، اللي تقريبا بتنده باسمي وتقول مايا. لا، مش قادرة اسمع الصوت ده، صوت صعب جدا، ودني مش حاسة بيها. حاولت اجري، عاوز انقذ نفسي بأي طريقة، وفي عز وانا بجري والخوف مسيطر عليا، لقيت نفسي بنزل في حفرة كبيرة مش قادرة اطلع منها. حاولت اصرخ يمكن حد يسمعني ويجي ينقذني. فجأة لقيت نور قدامي، نور في طريق كله ضلمة. النور فضل يقرب عليا. ايه ده؟ معقولة حد حس بيا وجاي ينقذني؟ خرجت مني ابتسامة كانت غايبة وقلت الحمد لله، الحمد لله يا ربي انك بعتلي حد عشان يساعدني. وفي لحظة الابتسامة اللي ظهرت اختفت فجأة لما لقيته قدامي. انت؟ طيب ازاي؟ ايه اللي جابك هنا وانت مالكش وجود اصلا؟ فهمني، جيت هنا ازاي؟ فضل يبصلي من غير ما يتكلم كلمة واحدة. كل اللي عمله انه رمالي حبل طويل لونه ابيض عشان امسك فيه بايديا. وفي عز ما انا مش فاهمة ولا مستوعبة ايه اللي بيحصل، لقيت نفسي بمسك في الحبل، وحسيت بجد اني مطمنة، والخوف هرب مني. وفضل يشد في الحبل بكل قوته لحد ما خرجت من الحفرة. قمت ونفضت هدومي، ولسه هشكره ببص ما لقيتوش موجود. ايه ده؟ هو راح فين؟ انت كنت موجود هنا وانا شايفاك بعينيا، يبقى اختفيت ازاي؟ معقول انا بيتهيألي؟ لا لا، دي مش تهيؤات، دي حقيقة. ايوه حقيقة، ده بابا. بابا اللي كان هنا. بابا جه يساعدني وياخد بايدي. طب هو راح فين؟ فضلت اجري وانا بنادي عليه، بس للأسف بابا مش موجود. ده طلع حلم. ايوه حلم مش حقيقة. فضلت طول اليوم مهزوزة من جوايا وحاسة بقلق وتوتر. وفي اليوم ده روحت من شغلي بدري، لأن ملامح بابا وهو بيشدني بالحبل كانت مرسومة في خيالي. وفعلا روحت البيت، وبعد ما فتحت باب الشقة وأنا حزينة لقيت أمي قاعدة في الصالة. والأول مرة لقيتني بدقق في ملامحها اللي كانت يعتبر غايبة عني من يوم ما مشيت في طريق الشيطان. لقيت ست كبيرة الزمن غطى ملامحها، مش قادرة حتى انها تتكلم. اللي كان بيتكلم هي دموعها اللي نشفت عليا، ولسانها اللي مبطلش لحظة انه يدعيلي بالهداية والثبات. لقيتني بتحرك ناحيتها وقعدت جنبها، والدموع اللي في عينيها خلت دمعة تنزل مني غصب عني، وقلت لها ماما انتي كويسة؟ بصت لي، شافت في عينيا الخوف والقلق. لقيتها مسحت على شعري وقالت لي انا كويسة، بس انتي من جواكي كويسة. وسابتني قاعدة مكاني وقامت تروح اوضتها اللي بقت كل حاجة ليها بعد وفاة بابا. مرة واحدة حسيت اني من جوايا حزينة بعد ما شفت نظرات امي المكسورة والضعف اللي اتملك من كل حتة فيا. قمت من مكاني ورحت اوضتي، قعدت على سريري وفضلت افكر في ملامح امي اللي اول مرة بشوفهم بعد سنين عجاف. افتكرت وقتها ابويا اللي مات بسببي، ابويا اللي كان سندي وعكازي مات بسببي، بسبب مايا اللي حياتها كلها غلط. مش هنسى نظرة الانكسار اللي كانت في عينه بسببي. ابويا اللي طول عمره رافع راسه قدام المنطقة كلها بقى يدفنها في الارض زي النعامة. ابويا اللي شافني ماشية في طريق كله ضلمة وجالي عشان ياخد بايدي ويساعدني.
وقتها عرفت ان ده مش حلم، دي رؤية، او بابا صعبان عليه حالي وجالي عشان يساعدني. قمت من على سريري ورحت ناحية المراية ووقفت قدامها، والأول مرة بشوف نفسي. شفت واحدة غريبة عني، واحدة ملامحها باهتة، ماشية في طريق كله مطبات، طريق ملوش معالم ولا تضاريس واضحة. جاتلي حالة غريبة مش قادرة أوصفها لما شفت مايا بتاعت زمان البريئة اللي عايشة في كنف أبوها ومايا بتاعت دلوقتي. لقيتني مرة واحدة باخد الفازة الصغيرة اللي على التسريحة ورميتها في المراية وكسرت المراية اللي كشفت أمري اللي ما كنتش واخدة بالي منه. فضلت أعيط بحرقة، عياط يكفي الكرة الأرضية دي كلها، عياط وجع كل حتة في جسمي. وقتها افتكرت أبويا، هو كان بيعلمني الصلاة اللي نسيتها من يوم ما اتعرفت على يارا صديقة السوق، واللي افتكرته ساعة موته وهو بيبصلي لما وقع على الأرض. افتكرته وهو بيقولي: أنا راضي عنك يا مايا، راضي عنك يا بنتي. وبعدها على طول روحه فاضت للي خلقها. وقتها ما كنتش فاهمة بيقول كده ليه، مع اني السبب في موته، انا السبب في انكسار ابويا وامي. لقيتني مرة واحدة بجري على دولابي وبقطع كل لبسي اللي يعتبر في الأساس ملوش علاقة بلبس البنات المحترمة. ورنت كلمة أمي في ودني، الكلمة اللي كانت دايما تقولها لي لما تشوفني لابسة كده: كاسيات عاريات، كاسيات عاريات، كاسيات عاريات. انهارت من جوايا أكتر وفضلت أقطع فيهم كلهم وأقول لنفسي: لا، مش كاسيات عاريات، مش كاسيات عاريات يا ماما. قطعت كل لبسي وجريت على بلكونة اوضتي ورميتهم كلهم. رميت مايا اللي كانت عايشة في الضلمة. بصيت لهدومي وهي بتترمي من البلكونة، لقيت نفسي بضحك بهستيريا. انا شايفة مايا الشيطانة بتختفي، وبتختفي في الضلمة، الضلمة اللي كانت عايشة فيها. رحت ناحية دولابي وطلعت حاجة كنت محتفظة بيها من سنين طويلة ومش عارفة محتفظة بيها ليه: الإسدال البني اللي بابا كان جايبهولي في تالتة إعدادي. افتكرت كلمة بابا وهو بيقولي: جبتلك إسدال صلاة تلبسيه وانت بتصلي، بس كل ما تلبسيه وتصلي وتسجدي لربنا بيه ادعيلي يا بنتي. دموعي زادت أكتر وأكتر لما افتكرت كلام أبويا اللي كان غايب عني. قمت اتوضيت ولبست الإسدال صليت وسجدت لربنا بعد 6 سنين كنت سايبة فيهم الصلاة. صليت كتير قوي، مش عارفة كم ركعة، بس لقيت نفسي في كل ركعة ببكي بصوت مسموع وبقوله: سامحني يا ربي، سامحني وخد بإيدي وخرجني من طريق الشيطان اللي كنت ماشية فيه. وفضلت أدعي لأبويا بالرحمة والمغفرة. خلصت الصلاة اللي كانت بداية حياتي، الصلاة اللي لقيت فيها مايا بتاعت زمان، مايا البريئة المسالمة اللي لازم تستمر. قمت وجريت جري على ماما في أوضتها، وفتحت الباب مرة واحدة من فرحتي. لقيت ماما بتصلي وبتدعي لربنا نفس كلامها مع ربنا اللي ما بيتغيرش: يا رب نور بصيرة بنتي ورجعها لصوابها، يا رب أنا لا حول لي ولا قوة، ست مسنة وأيامي بقت معدودة. أمي خلصت صلاة ومرة واحدة قلبها اتنفض لما شافتني بالإسدال. لقيتني بجري عليها وبرمي نفسي في حضنها وبقول لها: ربنا استجاب دعواتك يا أمي، ربنا استجاب دعواتك. من فرحتها فضلت تعيط بحرقة، وأنا كمان فضلت أعيط في حضنها. لقيتها بتقولي: كنت عارفة إن ربنا هيستجيب دعوتي، لأني ست مسكينة ماليش غيره، ست لو ماتت هتعيشي لوحدك في طريق الشيطان، الطريق اللي أبوكي وأمك ما يستحقوهوش أبدا يا مايا. قمت من مكاني من على مكتب مايا ومعايا كشكول مذكراتها، ودموعي ما بطلتش لحظة واحدة بعيط على مايا اللي قلبي اتحرق عليها أكتر. بصيت في الساعة لقيت ميعاد شغلي قرب. قلت لنفسي مش هقدر أروح الشغل غير لما أعرف مايا مراتي وأعرف حصل لها إيه بعد ما ربنا كتب لها الهداية اللي كانت بفضل دعوات أمها المسكينة اللي كانت بتزيد يوم عن يوم. أخدت الكشكول وقعدت على سريري وقلبت الصفحة ودموعي بتزيد أكتر وأنا بكمل باقي الحكاية. تاني يوم الصبح لبست نفس الإسدال ومسكت إيد ماما
وكنت أنا العكاز اللي ماما نفسها تتسند عليه. وفي لحظة زي دي كنا رايحين الجامع اللي بابا كان بيصلي فيه عشان نصلي صلاة الجمعة. أول ما دخلت الجامع لقيت جسمي بيتنفض وبعيط بشدة. أمي حطت إيديها على كتفي وابتسمت لي ابتسامة اطمئنان. دخلنا الجامع وقعدنا نسمع الخطبة، ولقيت الشيخ بيقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قلت في نفسي: إزاي أقرب من ربنا وأنا بالوحاشة دي؟ لقيت الشيخ بيرد عليا وكأنه حاسس باللي في قلبي وقال لي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. فضلت أعيط أكتر ولقيت نفسي بقول بصوت عالي، كل اللي موجودين جنبي سمعوه: أنا جيتلك يا رب، نقيني وخد بإيدي، جيتلك وأنا ندمانة ومش طالبة غير رضاك. أمي عيطت أكتر مني، بس كان عياط الفرحة، فرحة قلبها اللي كانت بتتمناها كل يوم، وهي رجوع مايا لربنا. أول قرار أخدته إن أقفل صفحتي على الفيسبوك وأتبرى منها قدام ربنا، وعملت صفحة جديدة ونشرت عليها بوستات تتحسب لي مش تتحسب عليا، آيات قرآنية وأدعية، وقطعت علاقتي بيارا وبالعالم اللي كنت على علاقة بيه، وابتديت أقرأ في كتب دينية وأحفظ في كتاب ربنا لحد ما أتمت حفظه خلال شهرين. دي كانت أجمل فرحة ليا، فرحة الرجوع لطريق الحق اللي كله نور وراحة نفسية. وبقيت بقول لنفسي: معقولة مايا اتغيرت وعرفت ربنا؟ مايا قفلت الصفحة القديمة بقفل ورمت مفتاحه في البحر. مايا بقت من حفظة كتاب الله. وعلاقتي بأمي بقت علاقة جميلة جدا، صعب إنها تتوصف لإنها تتحس، بس عمري ما شفت نظرة الرضا والسعادة اللي أنا فيها غير بعد ما رجعت لطريق الحق. عدت أيام وشهور وربنا مثبتني على الهداية، لحد ما في يوم دخلت لماما أوضتها وقلت لها: ماما، إيه رأيك في النقاب؟ أنا عاوزة أتنقب. لقيت فرحة كبيرة مرسومة على وش أمي ووراها دمعة مهزوزة، وقالت لي: عاوزة تتنقبي يا مايا؟ رديت وقلت لها: آه يا ماما، عاوزة أتنقب، مش عاوزة حد يشوفني غير محارمي وبس، محارمي اللي ما بقوش منهم حد غيرك انتي، محارمي اللي اتبروا مننا عشان تصرفاتي. أنا أسفة يا ماما، أسفة على كل حاجة عملتها في حياتي في وقت طيشي. ردت أمي بدموع الفرحة وقالت: ما تتأسفيش يا مايا، انت عشان ربنا بيحبك كتبلك الهداية، مبروك عليك النقاب مقدما يا بنتي. وفعلا نزلت السوق واشتريت مجموعة كبيرة من العبايات واللبس المحتشم، وجبت النقاب اللي هيخليني ملكة متوجة قدام ربنا، النقاب اللي لازم التزم بيه وما ينفعش النسيء ليه في يوم. رجعت البيت ومعايا شنط كتيرة وانا فرحانة وحاسة ان قلبي هيقف من الفرحة. كنت هخبط على ماما اوضتها عشان افرحها على الحاجات اللي اشتريتها، ولكن افتكرت وقلت ادخل اوضتي البس نقابي وافرحها بشكل جديد. وبالفعل لبست نقابي ولبست الفضفاض اللي مداري جسمي كله. بصيت لنفسي في المراية اللي كنت كسرتها بسبب مايا المستهترة، ودققت في شكلي وحسيت ان قلبي هيقف من الفرحة. لقيت مايا الطيبة المسالمة اللي كانت كلها براءة وعفة. خرجت من اوضتي وجريت جري على اوضة ماما عشان افرحها وتفرح معايا. دخلت الأوضة وببص على الأرض عشان استناها لما تخلص صلاة، لكن ما لقيتش ماما في مكانها اللي ما بتسيبهوش أبدا. ندهت عليها وعناية بتدور عليها في كل ركن في الأوضة. عيني خلاص شافت ماما. ايه ده؟ ايه ده يا ماما؟ انتي نمتي؟ مش قلتيلي هستناكي يا ماما عشان تفرحي قلبي بالنقاب اللي هيزودك جمال وعفة؟ اتحركت وقعدت جنبها على سريرها وفضلت صح فيها واقول لها: اصحي يا ماما، معقولة ان انتي بدري كده؟ مش قلتي انك هتستنيني؟ مايا خلاص جاتلك بالشكل اللي كنت نفسك فيه انتي وبابا. ايه ده يا ماما؟ انتي مش بتصحي ليه؟ فوقي يا ماما،
فوقي يا حبيبتي. قلبي وجعني ودموع عيني ملت عيني. عرفت ان في حاجة. امي مش بترد عليا. امي ماتت وسابتني في بداية الطريق اللي كنت اتمنى تشاركني فيه بدعمها وعطفها اللي ملوش مثيل. صرخت صرخة مكتومة جوه ضلوعي، صرخة وجعتلي ودمرتني وخلت حياتي في نظري سودة. متي سبتيني لمين؟ ما بقاش ليا حد في الدنيا. بابا مات وانتي كمان حصلتيه، وعيلتي اللي ما كنتش بشوفهم غير في الأعياد قطعونا بسببي. جريت جري زي المجنونة وفتحت باب الشقة وخبطت على عمو مختار جارنا اللي ساكن تحتينا. قلت له بصوت مليان عياط: الحقني يا عمو مختار، ماما ماتت وسابتني. بصلي وقال لي: انتي مين يا بنتي؟ ما عرفنيش لاني لاول مرة يشوفني بالنقاب. رديت عليه وقلت له: انا مايا حسن، بنت الحاج حسن ابراهيم. وبدل ما كنت انا اللي بعيط لوحدي، بقى عمو مختار يعيط معايا. انا عيط على فراق ماما وهو يعيط من فرحته بيا. كان الوحيد في العمارة كلها اللي بيعاملنا كويس، وانا بالذات كان بيدعيلي بالهداية عشان خاطر بابا الله يرحمه. حضن طنط سعاد طمني ان في ناس طيبة لسه بيحبوني وشايفيني بعين تانية. طلعوا معايا الشقة ومسابونيش لحظة. عمو مختار تم اجراءات الدفن، وانا اللي بايدي غسلت وكفنت امي بمساعدة طنط سعاد ووصلناها لقبرها. لأول مرة في حياتي اعرف يعني ايه فراق ام واب. جربت الإحساس اللي ما كنتش متخيلة إني هجربه في يوم، إحساس الفراق والوحدة. بس يمكن اللي كان بيطمني هو وجود عم مختار وطنط سعاد جنبي، واللي كان بيطمني أكتر ربنا اللي معايا في كل لحظة. عدت الشهور على موت ماما وبابا وبقيت لوحدي، بس كانت حياتي عبارة عن صلاة وصوم وشغلة بسيطة باكل منها عيش. بقيت أدي دروس رياضيات لجيراننا اللي في ابتدائي وإعدادي، وده لأني كنت بحب الرياضة ومتفوقة فيها. عدت أيام ووراها أيام، وفاتت سنة على رحيل ماما اللي كنت بزورها باستمرار هي وبابا. وفي يوم لقيت عم مختار قالي: مايا يا حبيبتي، انتي متقدم لك عريس. بصيت له من تحت نقابي وانا متفاجئة من كلامه وقلت له: ما ينفعش اتجوز يا عم مختار، اكيد حضرتك عارف السبب. بصلي وضحك وقال لي: ان الله غفور يا بنتي، مش هقولك اكتر من كده، بس اللي عاوزه اقولهولك ان العريس ده اضمنهولك برقبتي، وهيكون ونعم الزوج اللي هيساعدك تكملي مسيرتك. دورت كلامه في مخي وقلت له: تمام يا عم مختار، خليه يتقدم واللي فيه الخير يقدمه ربنا. وفعلا العريس اتقدم، وبوجود عم مختار وطنط سعاد مراته، لانهم اهلي اللي ما سابونيش لحظه واحده بعد وفاه ماما الله يرحمها. دخلت اوضه الصالون اللي كان قاعد فيها العريس، وبصيت من تحت نقابي لقيت قدامي شخص ملتزم دينيا، وده واضح من لحيته اللي مخليه وشه منور. قلبي ارتاح الى حد ما. وشويه وعم مختار استأذن هو وطنط سعاد وطلعوا بره الصاله وسابونا مع بعض عشان الرؤيه الشرعيه. اتكلم وعرفني بنفسه وقال لي ان اسمه عمار وبيشتغل محاسب. كلامه ريحني واتمنيت بجد انه يكون عوض ربنا ليا. بس قلت لنفسي: ما تعيشيش في الوهم يا مايا، اول ما يعرف ماضيكي هيهرب فورا. مفيش راجل يتقبل يتجوز بنت لها ماضي. لقيته قال لي: ممكن تكشفي وشك عشان اقدر اشوفك؟ رديت عليه وقلت له: حاضر، هخليك تشوف الرؤية الشرعية، بس في الحاجة الأول عاوزاك تعرفها عني. بصلي وقال لي: مش عاوز اسمع حاجة، ولو على كشف وشك مش مشكلة عندي، لاني موافق عليكي واتمنى انك توافقي عليا. يكفي شهادة الجيران عنك بانك ملتزمة دينيا، وكفاية سيرة اهلك الطيبة. كلامه فرحني وخلاني طايرة من السعادة. بس ازاي الناس شهدت في حقي وهم عارفين الماضي بتاعي؟ افتكرت كلمة عم مختار وهو بيقولي: إن الله غفور رحيم، وعرفت إن ربنا راضي عني وعاوز ليا الستر. الجيران محت مقضية من ذاكرتهم وقبلوا طوبتي، وفعلا اتجوزت عمار وكان نعم الزوج ليا رغم تاشي وعلاقاتي السابقة، إلا إني مازلت عذراء، وده من لطف ربنا بيا.
عشت معاه أجمل حياة كنت نفسي فيها، حياة قايمة على الاحترام والمودة والتقرب من ربنا. وفي يوم ربنا حب يختبرني على قوة إيماني ويشوف قوة صبري وتحملي. فجأة الصداع ابتدى يزيد عندي يوم عن يوم، المسكنات ما كانتش بتجيب نتيجة، لحد ما عمار قال لي هنروح للدكتور. طوعته مع إني بقول لنفسي ده صداع مش حاجة كبيرة يعني. ومن هنا كانت الصدمة اللي ما كنتش متوقعاها. المدام حالتها متأخرة، ده كانسر في المخ وفي مرحلة متأخرة. أول ما سمعت كلامه خرجت مني ابتسامة كبيرة ملت وشي ودموع ملي عيني، ومرة واحدة قلت لعمار الحمد لله على كل حال، أنا راضية بقضاء ربنا وابتلاء ربنا ليا، ربنا بيختبر قوة صبري وتحملي. روحت بيتي ولا كأني سمعت حاجة من اللي الدكتور قالها. حياتي ما وقفتش لحظة واحدة، صوم وصلاة وقراءة قرآن، وجوزي معايا وفي ظهري. منكرش اني بتعذب عشان عمار جوزي لاني شايفاه حزين ومهموم، واغلب وقته بيدعي ربنا انه يشفيني. بس كنت بقول لنفسي ان الله اذا احب عبدا ابتلاه، وربنا بيحبني. ودي كانت اخر حاجة كتبتها مايا مراتي في مذكراتها، المذكرات اللي خلت قلبي بيصرخ من كتر الذكريات اللي جمعتنا سوا. دموعي نازلة شلالة على وشي، وصرخت بعلو صوتي وناديت عليها مايا أنا بحبك قوي، وربنا بيحبك لأنه أخدك عنده طهرة ونقية. افتكرت مايا وهي بتلفظ أنفاسها الأخيرة، كانت نايمة على سريرها وأنا قاعد جنبها وبحاول أكتم دموعي، لكن هي كانت حاسة بيها. لقيتها بتمشي إيديها على شعري وبتقولي بابتسامة ما تزعلش يا عمار، الموت علينا حق. أنا مش زعلانة إني هموت، بالعكس أنا طايرة من السعادة. عارف ليه؟ لأنه والله شايفة مكاني اللي ربنا اختاره ليا، بفضل دعوات أمي وأبويا وبفضل رضاك عني. دموعي ما قدرتش أكتمها جوايا أكتر من كده، انهارت قدامها وفضلت أحضن فيها وأقول لها مش هقدر أعيش من غيرك يا مايا، صدقيني حياتي هتنتهي من بعدك. فقت من حزني ومسحت دموعي وقلت لها ربنا يرحمك يا أغلى حاجة عندي، ربنا يرحمك ويريحك. بس للأسف ما ردتش عليا، كانت بتتشاهد عشان مفارقة الدنيا. اتشاهدت أكتر من مرة وماتت بعد ما بصت لي بصة الوداع. صرخت بعلو صوتي وبقيت أشد فيها بكل قوة عندي عشان تفوق وترد عليا، بس للأسف مايا ما بتردش. مايا ما بقتش موجودة، مايا راحت لمكان أحسن من دنيتنا، راحت جنب أبوها وأمها اللي دلوقتي فرحانين بيها لأنها ماتت على طاعة. ربنا يرحمك يا أغلى حاجة كانت عندي وراحت. انتي كنت ونعم الزوجة الصالحة، الزوجة اللي كانت سندي في الحياة واللي هتفضل سندي في ذاكرتي لحد ما قبلك. خرجت من اوضتي وانا معايا مذكرات مايا، ولقيت نفسي بروح شقتها القديمة اللي كانت كتبتها باسمي، وقالت لي ان بعد وفاتها اقلبها لدار تحفيظ القرآن الكريم، يمكن يكون ده نور ليها في قبرها. وبالفعل فتحت الشقة وبلغت عم مختار اننا هننفذ وصية مايا، والشقة هتكون دار لتحفيظ القرآن الكريم. خرجت من البيت والمذكرات في ايدي لحد ما رجلي ودتني عند النيل. فتحت الكشكول وقطعت حياة مايا القديمة ورميتها في المية. رميت حياة مايا اللي مايا نفسها رميتها من يوم ما تابت ورجعت لربها وفتحت صفحة جديدة. مايا الشريفة العفيفة هي اللي لازم تكون موجودة في الأذهان. وانا ماشي وحزين شفت طفها بيعدي قدامي بيضحك، لقيت نفسي بضحك لها وبقول لها فاكرة لما سألتي ليه ربنا جابك للدنيا بعد 18 سنة جواز؟ دلوقتي انا اقدر اجاوبك على سؤالك اللي ما كنتيش لاقياله اجابة. ربنا جابك عشان افضل فاكرك وادعيلك، وبدل ما اكون انا الولد الصالح اللي يدعيلك هكون انا الزوج الصالح اللي هيدعيلك. ربنا يجعل قبرك نور وروضة من رياض الجنة يا حبيبتي. كلنا بندور على حاجة واحدة بس، إننا نبقى سعداء. وبعد تفكير وتحليل طويل قناة حكايات وبنعيش جواها ووصلت للروجيتا السحرية، إننا طول ما احنا عايشين لازم يكون عندنا يقين وأمل إن أحلى حب في حياتنا لسه ما عشناهوش، أحلى طعم لسه ما دقناهوش، أحلى مكان لسه ما رحناهوش،
أحلى كلام لسه ما قلناهوش، وأحلى يوم لسه ما عشناهوش. لازم يفضل جوانا أمل ويقين، ونفضل مستنيين الحاجة الحلوة الجاية، وهتيجي بإذن الله. القناة دي اتعملت عشان تكون مكان الأمان والصدق لكل واحد فينا، مكان تحكي فيه وتسمع فيه قصص تمس قلبك وتديلك أمل جديد في الحياة. لو عندك قصة نفسك تحكيها وتبقى أنت بطل الحكاية، ابعتها لينا واحنا هنحكيها للناس ونشوف رأيهم في التعليقات. تقدر تتواصل معانا على جروب الواتساب. ويلا بينا نبدأ ونصلي على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونشوف أحداث قصتنا اللي جاية هتاخدنا لحد فين. لكن قبل ما أحكي بدعوكم تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة، وياريت تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.